اعتبرها إيجابية بالنظر إلى ظروف المباراة، وخصوصا النقص العددي لمدة دقائق كثيرة. فاكيد يعني كتنتابنا، يعني عندنا واحد الاحساس مزدوج. انا عندي احساس مزدوج بين ان مشاو لنا 3 نقاط، وفي نفس الوقت كيف ما ذكرتوا نقطه ايجابيه بخصوص لو سيناريو ديال المقابله كيفاش داز. كنظن على انه خليني قبل كل شيء نشكر اللاعبين على الروح ديالهم، على العقليه ديالهم، على الاصرار ديالهم لتمثيل كره القدم الوطنيه والرايه الوطنيه باحسن تمثيل. فشكرا لهم على المجهودات اللي داروا اليوم. راكم شفتوا الشوط الاول كنا افضل بكل صراحه، مع العلم اننا لاعبين ضد واحد المنتخب اللي قوي، يعني بكل صراحه منتخب قوي، منتخب منضبط تكتيكيا، عنده لاعبين اللي يمكن لهم يديروا الفارق. لكن اللاعبين ديالنا كان اصرار، كان تركيز كبير في الشوط الاول، كان انضباط تكتيكي كبير حتى من الناحيه الدفاعيه، رغم ان كانت عندنا الكره وكنا قريبين من التسجيل. الشوط الثاني كنظن على انه تحدثنا على اساس انه حسينا بالهدف جاي، فتحدثنا فقط على اننا نبقاو في لا ديسيبلين تاكتيك، ولو من غير الكره نزيدوا نحسنوا الجانب الهجومي ديالنا. ولكن خصوصا يكون واحد لا باسيونس، تكون واحد التريث مع ال 45 دقيقه الجايه، لان يمكننا نسجلوا، حسينا بالهدف جاي، يمكننا نسجلوا في الدقيقه 46 كما كنا نسجلوا في الدقيقه 70، كيف ما كنا نسجلوا في الاخير الدقيقه 80 89 88. لانه كان المفتاح هو لا باسيونس. للاسف جات داك لو كارطون روج اللي يمكن كان قاسي نوعا ما، واللي جعل انه مجريات المقابله والسيناريو يتغير. مي مره واحده اخرى كنرجعوا كنشكر اللاعبين، لانه ماشي من السهل باش نجاريو ذاك الوقت كامل، وفي لا فاتيغ في بزاف ديال الاشياء ان اللاعبين بينوا مره واحده اخرى على الحب ديال القميص، بينوا على التلاحم اللي كاين، بينوا على الرغبه اللي كاينه. فكنشكرهم كيف ما ذكرتي ان بون بوين، رغم انه مشاو لنا 2 بوين مي ان بون بوين.